نربط الاتصال مباشرة مع السيد نوار العربي المنسق الوطني لنقابة الكنابيس. أهلا بك سيد نوار العربي معنا. أهلا بك، شكرا على الدعوة. نعم. بداية تعليقاتكم على تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، وخاصة بعدما تمخض عن اجتماعها مع وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. تفضل. والله نتساءل يعني كيف يجتمع من أجل مطالب نقابة مضربة، نقابة مستقلة مضربة، مع نقابة هذه ما فهمناهاش، يعني كما يقولوا ولد خالة مول الباش، كما يقولوا احنا عندنا في الشرق الجزائري. لكن ما يهمش، المهم نحن في انتظار دعوة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل نعم. مناقشة المشاكل المطروحة وإيجاد حل، لأنه لا يعقل أننا نبقى أكيد. في إضراب إلى اليوم دون دعوة موجهة إلينا من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، طيب وهذا أمر سيد محير يعني. نعم سيد نوار العربي، ماذا عن الاجتماع الذي من المقرر مع وزير العمل السيد محمد غازي؟ هل تمت مراسلتكم يعني لحضور هذا الاجتماع، خاصة وهناك حديث أن الاجتماع سيكون خلال الأيام المقبلة؟ في الواقع هو كان عندنا لقاء مع السيد محمد غازي اللي نقدره ياسر، وكان من المفروض انه يعقد اجتماع قبل 15 يوم من هذا التاريخ، لكن الى اليوم بلغونا انه اجل الى اجل قريب، والاجل هذا لم يحن بعد. الان اذا كان فيه تصريح من طرف السيد الوزير، احنا ما عندناش اشكال باش نلتقي بالسيد الوزير، ومن المفروض انه نتلاقى مع السيده وزيره التربيه الوطنيه، لانه القضيه قضيه التربيه والمشاكل المطروحه في التربيه. ربما يعني وزيرة نذكر انه في السنه الماضيه نعم. كان حقيقه كان عندنا لقاء مع السيد محمد غازي، وتم ولحد إيقاف الان الإضراب. تم توقيف الاضراب، لانه هناك محضر في الوظيفه العمومي في ضمان، والمحضر هذا خاب ظن فيه الان في التحقيق. طيب سيد نوار العربي، الكلمه تفضل. لانه في السنه الماضيه كان نفس المسيره صارت مع السيد بابا احمد، وفي الاخير كان هو الضحيه يعني، طيب وتغير الوزير نعم والمشاكل نفسها مطروحه ونفس الطريقه في التعامل معنا. سيد نوار العربي، في سؤال أخير فقط، يعني هل تتوقعون نجاح الاجتماع يعني الذي سيجمعكم مع السيد الغازي، يعني مثل ما حدث في السنة الماضية، ويتم إيقاف الإضراب نهائيا؟ الإضراب يمكن أن يتوقف بتحقيق المطالب لا غير. إذا كان نحن نعم. لا نختار الأشخاص الذين نتعامل معهم، نحن لدينا مطالب، وندري جيدا أنه إذا لم يتدخل السيد الوزير الأول ويساعد السيدة الوزيرة في إيجاد حل لهذه المطالب، فلن يتوقف الإضراب. هذا هو المشكل. ربما وزيرة نتمنى أنه يكون التربية عندهم. السيد نعم. نوال العربي، ربما يعني وزيرة التربية لجأت يعني إلى الوزير العمل محمد الغازي، ربما إن شاء الله سيتم إيجاد حلول والخروج بحل نهائي إن شاء الله، ويتم إيقاف الإضراب نهائيا إن شاء الله في القريب العاجل. والله إذا كان عندها ما تقدمه يعني الدعوة تأتي من نعم إن شاء السيدة الله. الوزيرة، ونلتقي معها هي أفضل. أما إذا كان ليس لها ما تقدمه، نتمنى أنه الحكومة قررت أن تعطي شيئا إن شاء بهذه الله. الطريقة، في تجاوز النقابة، تجاوز نقابة الكنابيس، لن يجدي نفعا. شكرا سيد والأساتذة نوال العربي. لن يقبلوا هذه الممارسات يعني، نعم ولو تحققت كل المطالب إن دون شاء الله دون الحوار ستتحقق مع نقابتهم المطالب. فلن يرضون بذلك. شكرا لك سيد نوار العربي المنسق الوطني لنقابة الكنابس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا أختي، شكرا. إذن لا تزال